هستخدم مكنة البسكوت دي المفرمة بتاعة اللحمة، وطبعا المفرمة دي بتكون جاية من غير الوش وكمان من غير الأمواس بتاعة البسكوت. بشيل بقى القطعة المخرمة دي وكمان بشيل السكينة علشان في ناس كتيرة بتستخدمها غلط. المفرمة دي بتكون جاية من غير وش البسكوت وكمان من غير الأمواس. انت بقى بتشتري لها أمواس وبتشتري لها وش كده على قد القطعة دي. بتاخد القطعة اللي أنا بلفها دي وبتروحي لأي حد بيبيع أدوات كحك وبسكوت. طبعا الحاجات دي موجودة ومتوفرة أول فترة دي، وبتجيبي وش على قدها وكمان بتجيبي الأمواس. سعرهم مش غالي خالص، الأمواس بالوش كانوا ب25 جنيه. بركبهم بقى بالشكل ده وابدأ اقطع بقى البسكوت بتاعي على حسب الحجم اللي انا عايزاه. طبعا مفرمة اللي بالكهرباء بتكون سريعة جدا، يعني على قد ما تقدري كده لحقيها. هبدأ بقى اقطع بالشكل ده، وهبدأ في الاخر بالسكرابر وهبدأ اساوي البسكوت بتاعي، وهوريكم دلوقتي بشيل الزيادات وبسويه ازاي. كمان بسيب مسافة كده بين كل واحدة والتانية، لان البسكوت حجمه بيزيد شوية في التسوية. بس كده.